السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات الأعزاء، طلبة الصف الثاني الثانوي. دلوقتي هنتعلم ازاي بعمل صفحة ستاتيك تمام عن طريق لغة البرمجة HTML. طبعا كلنا عارفين. طيب ايه هو التطبيق اللي انا هستخدمه علشان انشئ من خلاله الصفحة؟ هو تطبيق نوت باد، كلنا عارفينه من خلال قائمة ستارت. بكتب نوت باد تمام يطلع لنا. دي اول حاجة بعملها في خطوات العملي، بفتح تطبيق نوت باد عن طريق ستارت بروجرام نوت باد. تاني حاجة رقم 2 بكتب الكود الخاص بلغة البرمجة HTML اللي عن طريقه هنشئ الصفحة بتاعتي. طيب أول حاجة بفتح تاج HTML تمام. تاني حاجة بفتح تاج الهيد. تالت حاجة بفتح التايتل تمام، وابدأ اكتب ايه هو العنوان الخاص اللي هو هيظهر لنا على صفحة المستعرض الخاص بصفحة الاستاتيكية اللي انا هنشئها. لنفرض عايزة العنوان اللي يظهر my first web page تمام، وابدأ اقفل التايتل خلاص مش محتاجاه. ممكن اقفل التايتل تحت في السطر التاني، ممكن طبعا. تاني حاجة هقفل الهيد وابدأ افتح البادي، علشان البادي ده اللي هيتضمن محتويات الصفحة بتاعتي، ايه اللي هو اللي هيظهر جوه الصفحة بتاعتي. طيب اول حاجة انا عايزة اعملها، عايزة اكتب كلمة مرحبا بكم في مدرستنا منارة القاهرة. اشوف كده اللغة العربية بس الاول. مرحبا بكم في مدرستنا منارة القاهرة الثانوية بنات تمام. طيب ماشي، عايز العنوان ده هيطلع لي عادي. طيب عايزة كمان ان انا اعمل فقرة تمام، او ابدأ فقرة في المنتصف بيكون هي هتأثر على الصورة، يعني الصورة اللي تظهر في المنتصف. يبقى هفتح الكود البي اللي هو الفقرة align equal، وافتح الكوتيشن مارك شيفت وطه مرتين طبعا، واكتب مسار الصورة بتاعتي، او على الاقل لا اكتب الاول سنتر، علشان انا عايزة يظهر الجزء اللي انا هحدد عليه او الجزء اللي انا هأثر عليه في المنتصف. البي align equal center. طيب ايه بقى اللي انا عايزاه يظهر في المنتصف ده؟ الصورة نفسها. كود الصورة يتكتب ازاي؟ image src اللي هو source image source equal، وابدأ اقول له مثلا انا عايزة الصورة الفلانية اللي هي مثلا عارفة اسمها منارة 1، واقفل الكوتيشن بتاعي تمام. منارة 1 واقفل الكوتيشن بتاعي تمام، واقفل التاج الخاص بيها. يبقى كده انا اظهرت الصورة بتاعتي. تاني حاجة هبدأ اكتب مثلا كلمة، عايزة اكتب كلمة الصفحة التانية على اليمين، يبقى البي الاول اقفل الكود البي الاين دلوقتي، وافتح تاني كود بي الاين تاني، واقول له رايت ايكوال رايت على اليمين، وعايزة اكتب الكلمة بتاعتي اللي هي مثلا الصفحة التانية تمام، واقفل البي اونلاين بتاعي. طبعا اركز كل الغلطات الصغيرة دي عشان ببقى مش محولة اللغة مثلا. واقفل كود البي تمام، وهروح ايه خلاص هقفل كود البادي. انا كده خلاص كتبت اللي انا عايزاه، خلاص البادي هيتقفل. وبعد كده اخر حاجة بقفل، بس انا غلطت غلطة هنا ان انا نسيت القفل، لازم السلاش، منساش السلاش. بعد كده هقفل ال HTML
تمام كده انا خلصت الكود بتاعي. يبقى اول حاجه عملتها ان انا فتحت النوت باد بتاعي عن طريق ستارت بروجرام نوت باد. بعد كده كتبت الكود بتاعي. تالت خطوه مهمه جدا، لازم احفظ الصفحه بتاعتي. احفظها ازاي او المستند بتاعي؟ اول حاجه بعمل فايل سيف، تمام، وبقول له مثلا عايزاها على الديسكتوب. خلاص، عايزه الصفحه بتاعتي تتحفظ على الديسكتوب. اكتب الصفحه بتاعتي مثلا، نقول له تيست 1، اسم الفايل نيم تيست 1. لازم اكتب .html لازم، تمام، والا مش هتظهر. طيب الانكودنج لازم يكون UTF-8. ايه هو الانكودنج UTF-8؟ UTF-8 دي دالة بتجعل اللغة العربية تظهر بشكل صحيح. بعد كده هضغط على سيف. بعد ما اضغط على سيف عايزة اظهر او اشوف الصفحة بتاعتي اللي انا حفظتها على الديسكتوب. اهي ظهرت على طول. لو انا ضغطت كده هنا الصورة ما ظهرتش، تمام. عايزين نشوف ايه المشكلة اللي حصلت في الصورة انها ما تظهرش. طبعا يعني انا عرفت خلاص انا عملت ايه. يا ترى حد عرف الغلطة هنا بالظبط؟ .jpg. طبعا انا حطيت الصورة، اسم الصورة من غير الامتداد بتاعها. طب المفروض مش انا اعمل مسار للصورة؟ طالما على الديسكتوب بكتب اسمها والامتداد بتاعها بس. طب لو كانت على الدي او الاي، البارتيشن دي او الاي، لازم بكتب المسار بالكامل علشان يروح يستدعيها. طالما المستند محفوظ على الديسكتوب والصورة على الديسكتوب خلاص بتظهر. طبعا بعد ما صلحت الغلطة بتاعتي بعمل سيف واعمل كده مينيمايز واروح هنا على الديسكتوب بتاعي واعمل الصورة بتاعتي ظهرت خلاص. مرحبا بكم في مدرستنا منارة القاهرة، والصورة بتاعتي والصفحة التانية. وبكده اكون انتهيت من الجزء الاول. المفروض في التمرين ده انا هعمل صفحة تانية كمان واربطهم ببعض. شكرا طالبات الصف الثاني.